الحلقة السادسة نزلت وعندنا ناس بتولع وتنانين صغيرة وعندنا ديمون وإدمانه للكيتامين. الفيديو ده هيوضح لك شوية حاجات زي مين التنين اللي هنا وليه سي سموث كان بيطارد آدم وفول وشوية حاجات تانية ونظريات عن أليس ريفرز. طبعا مفيش حرق الأحداث بعد الحلقة السادسة، متقلقش. فجيب حاجة تشربها واعمل لايك وسبسكرايب ويلا بينا. أول حاجة بعتذر إني ما عملتش تحليل لتريلر الحلقة دي، بس وعد بكرة هيكون تحليل تريلر الحلقة السابعة موجود على القناة، أنا لسه مشفتوش لحد دلوقتي. المهم، لمحبين انترو المسلسل فالحلقه دي اتضاف حاجات جديده فيه زي معركه رودز ريست على اليمين، نقدر نشوف ديل سان فاير مع جوثس، ولكن اللي عايز اتكلم عنه فعلا هو ده. ايموند واقف منتصر وسان فاير على شماله وميليس على يمينه وفيجار فوق. نبدا الحلقه بعنوان سمول فولتس اللي هو يعني عامه الشعب. بنشوف جيش اللانسترز وصل جولدن توث مكان عائله الليفوردز، وده يعتبر مكان استراتيجي فهتوفر مدخل اللانسترز الاراضي الريفرلاندز. جيسون لانستر توأم وزير العملة تايلاند لانستر وصل ومعاه 1000 فارس و7000 رامي سهام وجنود. ممكن تفتكر جيسون انه اللي كان بيحاول يتجوز رينيرا في الموسم الاول. المهم معاه 8000 جندي و500 من عائلة الليفوردز، ومازال ده عدد اقل بكتير من ال 40000 محارب بتوع الريفرلاندز. بس بموت اللورد الروفر تولي اكيد هيحصل تغيير في استقرار المنطقة. ربما تلاحظ برضو وجود اسود حقيقيه اللي هي ما كانش ليها اي وجود في اي معركه في الروايه، بس هيبقى حاجه جامده فشخ لو شفناهم في معركه في المسلسل، لان احنا عارفين ان شعار اللانسترز عباره عن اسد. حد منكم فاكر النكته اللي جيسون قالها لرينيرا في الموسم الاول؟ Because a woman would never be ready for the battle in time. الموضوع يضحك لانه اخد اكتر من اسبوعين للوصول لارض المعركه وكمان عايز دعم من تنين. بعدها بيقول انه هيحول زي ريد فورك للون الاحمر فعلا، والريد فورك ده اقرب نهر لمنطقه جولدن توث اللي بيربط بين النهر الاخضر والنهر الازرق عشان يعمل ما يسمى بذا ترايدنت اللي بيوصل لحد خليج السرطانات في البحر الضيق. حاسس انها قلبت درس الجغرافيا. المهم الملك الجديد بتاعنا ايموند اتضايق من ان جيسون اتجرأ عليه وطلب منه التدخل في المعركه. بس انت لو مكان جيسون فاحنا رايحين لتراتسز يعني، فهو معاه حق برضه في انه يطلب فيجار. بنشوف الاختلاف الحقيقي بين طريقه حكم ايموند وطريقه حكم ايدرون. هما الاتنين مدنيين بس ايموند عنده ثقه في نفسه مش موجوده عند ايدرون. أليس انت بتحاول تقدم المشوره لايموند، بس بنلاحظ انها قبل ما تتكلم بيقاطعها. انا اعتقد انه كان واخد قراره قبل الاجتماع انه هيصفيها كده كده. واحده من خطط ايموند الجريئه انه يعمل اتفاق مع التحالف الثلاثي، نفس الناس اللي ديمون وكورليوس حاربوا ضدهم في الموسم الاول في ستيب ستونز. سفنهم ممكن تكون مفيده في انها توصل اكل لكينجز لاندنج بما ان كورليوس قطع الطعام عن المدينه. وبرضه التحالف الثلاثي عايزين ينتقموا من ديمون وكورليوس فيبقى وين وين سيتويشن. التحالف الثلاثي ده تحالف بين 3 مدن حره هم مير وليس وتايروش، ما بيحكمهمش ملك بل عندهم مجلس اعلى مكون من 33 مستشار، 11 من كل مدينه. كينجز لاندنج بتمر بمجاعه، بس ايموند مش هيسمع راي امه اللي بتقول له ان التحالف الثلاثي ما يتوصلش فيهم وانهم كانوا ممكن يغدروا بيه في اي وقت يكون من مصلحتهم كده. دي حاجه فيسيريس كان عارفها، ولو في حاجه واحده احنا نعرفها في الدنيا دي هي ان ايموند اكيد مش شبه ابوه. الاختيار التاني هو اننا نطلب مساعده دالتون جريجوي لورد الجزر الحديديه. الحلقه الاولى من الموسم ده فكروا انهم يخلوا دالتون هو وزير السفن اصلا عشان يضمنوا ولاءه ومساعدته ليهم، بس دالتون ماسك العصايه من النص ولسه ما وقفش في صف حد من الاتنين لحد دلوقتي. ولورد جاسبر وايلد وزير القانون اقترح انهم يعرضوا زواج اليسنت من لورد جريجوي، رغم كل اللي اليسنت عملته عشان عيلتها بيعاملوها كانها زباله، بدايه من اوتو اللي خلاها تروح تغوي فيسيريس عشان يتجوزها، ودلوقتي محدش عامل لها حساب عشان الستات ما ينفعوش في وقت الحروب، ولما ايموند بيطردها من المجلس بالادب بيقول لها حرفيا روحي على المطبخ يعني. بالنسبه لاغلب الرجاله في ويستروس الست ملهاش قيمه غير جسدها بس، وانا عايز اقول ان اليسنت مش صعبانه عليا بصراحه، يعني قراراتها هي اللي ادت بيها للي وصلت له دلوقتي. وعايز اتكلم عن اللقطه دي. هي لقطه ما بتحكيش حاجه وما حصلش فيها حاجه يعني، بس اخراجيا حقيقي مميزه. عباره عن اليسنت محاصره باعمده الغرف الملكيه كانها مسجونه في السجن من صنعها الخاص، والحراس اللي واقفين جنبها بيوضحوا فكره انها كانها محبوسه فعلا وهم بيحرسوها. ورمزيه السجن دي بنشوفها بعدين مع هيلينا وحشراتها اللي محبوسين زيهم زي الملكه. وهيلينا بتقول اول ما اليسنت تدخل عليها This one stopped singing. Isn't that strange? رمزية عن أليسنت نفسها. هيلينا وأليسنت بعدين بنشوفهم في القفص اللي بيتنقلوا فيه كأنهم محبوسين فعلا بعد هجوم العم عليهم. احنا عارفين ان أليسنت بقالها سنين ما بتخرجش بره الريد كيب غير عشان تزور كنيسة السبعة. بنشوف ايموند بيتعارض مع كريستن في الخطوة القادمة. ايموند شايف انهم لازم يهاجموا هارين هول قبل ما ديمون يقدر يجمع جيش، ولكن كريستن شايف انهم لازم يستنوا جنود الهاي تاورز لما يوصلوا. ايموند ما بيديش رأي كريستن اي اهمية وبيأمره انه يبدأ الهجوم على هارين هول فعلا، وبيقول انه مستعد انه يقابل ديمون في المعركة لما الوقت المناسب يجي. ايموند بيخلص كلامه انه بينده على والدته في نهاية الاجتماع، واليسنت بتشوف كم الغضب اللي جواه ناحية كل اللي حواليه وبتقول له The indignities of your childhood not yet sufficiently been avenged. ايموند عنده غضب وحقد كبير في قلبه اتجاه عائلته، لانه هو طفل كان بيتم التنمر عليه من اخواته رغم انه كان الاذكى والادرى وافضل محارب في اخواته. وفوق كل ده خسر عينه، ولما كنا بنشوفه في بيت الدعاره ده ما شفناهوش بيعمل مشاهد جنسيه، لكن شفناه قاعد في حضن ست حرفيا قد امه. فده بيوضح لك قد ايه هو فاقد لوجود الام في حياته. فكان ديمون في الحلقه دي بيقول لامه دوقي شويه من اللي خليتيني اعيشه طول حياتي من تهميش منك، لكن ايدن دايما كان بيسمع كلام امه من غير ما يشغل باله بالتفكير. المهم كروليوس اول واحد بيوصل المجلس الاسود في دراجون ستون كاول يوم في شغلانته الجديده كمساعد للملك. في الروايه كروليوس بيغضب من رينيرا اكتر بكتير من اللي احنا شفناه في المسلسل، لانه بيكون معتقد انها هي السبب في وفاه زوجته رينس.
رينيرا بتوصل المجلس وجايبه معاها اخبار رائعه طبعا للورد ستيفن داركلين. الحلقه اللي فاتت جيس ورينيرا بيتناقشوا في فكره ان ممكن ناس مش تارجيريانز يركبوا تنانين، وهي بتبحث في العائلات الاصليه فبتلاقي ان قائد الحرس الملكي بتاع سير ستيفن داركلين جدته كانت الاميره اريانا تارجيريان. ده اسم عمره ما اتذكر في الروايه بالمناسبه. حسب بحث رينيرا فستيفن داركلين هو افضل واحد ممكن يقدر يروض تنين من الثلاث تنانين اللي بدون راكب اللي في دراجون ستون. الثلاثه هم فيرمي ثور وسيسمود وسيلفر ويند اللي لسه ما ظهرش لحد دلوقتي. وتقدر تشوف رفض الفكره على وش اللورد كالتيدر، بس حط نفسك مكان رينيرا، يعني خسرت رينيس والتنينه بتاعتها وما عندهاش جيش ومش قادره تروح للمعركه بنفسها، ففي ايه في ايدها تقدر تعمله. وغير عن كده فاتقال ان رينا حاولت تروض تنين ولكنها ما قدرتش وكانت هتموت، ودي حاجه احنا ما شفناهاش بعينينا في مشهد في المسلسل يعني، بس رينيرا مش هتقدر تخاطر بحياه رينا كده تاني. سير ستيفن زي اي شخص عادي في ويستروس مؤمن ان التنانين دي آلهة، واي حد لو جاتله فرصه انه يبقى راكب تنين اكيد مش هيسيبها، وخصوصا ان كريستن اعدم والده في مدينه داسكنديل فاكيد فكر انه محتاج تنين عشان ينتقم لوالده كمان. بس كان في حاجه رينيرا لازم تفكروا بيها. To claim a dragon, he must also be prepared to die. ربما تلاحظ رينيرا وهي بتفرك ايدها في بعضها كده، دي حاجه كنا دايما بنشوفها بتعملها من الموسم الاول والموسم ده، وعاده بيكون معناها انها متوتره. نروح للمدمن ديمون، مش واخد بالي انهم نفس الحروف. المره دي الضيف بتاعنا في هارين هول اخوه المتوفي فيسيريس، ويعتبر اعاده تخيل لليله موت الامير بيلن ابن فيسيريس وايما اللي مات بعد ولادته بيوم واحد، مما اعطاه لقب وريث اليوم الواحد. ولما كان فيسيريس حزين على ابنه ديمون كان بيسكر في بيت دعارة، وده اللي خلى فيسيريس يفتكر ان ديمون بيحتفل بموت بيلن، وحصل بينهم خناقه مما ادى ان ديمون يروح دراجون ستون ورينيرا تتنصب انها هي وريثه العرش رغم انها كانت بنت. هتلاحظ ان ديمون ما دافعش عن نفسه من الاتهامات دي، على عكس طبيعته المتمرده اللي احنا عارفينها. شفناه بيبكي وبيحاول يهرب، بس المره دي بيتحبس داخل الحلم قبل ما بشكل غريب نلاقيه في حضن السير سايمون سترونج. خوف ديمون بيتحول لغضب، وبنلاحظ ازاي ديمون بقى اقرب للجنون، وبيتهم السير سايمون انه يكون عميل للهاي تاورز او موالي لابن اخوه لاري سترونج او حتى موالي لرينيرا. الحته دي ضحكتني لما سايمون قال لديمون كأن ديمون طفل صغير بيعيط. كل اللي بيحصل لديمون ده مش حاجه سهله عليه، فبيقرر انه يشد الرحال. لا يا راجل ما تقولش كده، ده العيب فينا احنا. أليس بتكون مستنياه كأنها عارفه انه هيمشي من هنا. You weren't going to bid me farewell. ديمون بيزهق من كل الكلام بتاع اللعنه ومش عارف ايه، وأليس رغم انها المفروض لسه مقابله ديمون ما بقالهاش كتير، يعني ما عداش 4 حلقات، ولكنها عارفه اكتر من اللازم عن حياته وماضيه. Ah, yes, it is your way, is it not? When something does not please you, you run. عارفه ازاي راح بنتوس وبعدين دراجون ستون وبعدين ستيب ستونز ودلوقتي هارين هول. من اغرب الحاجات اللي قالتها ان ازاي في حاجات حوالينا اقدم من العالم نفسه وانها مجرد ركوعات شطرنج. فواضح انها ساحره فعلا رغم انهم ما اظهروش ده في المسلسل لحد دلوقتي بشكل حقيقي، كاننا هنتفاجئ يعني. وقالت معلومات عن فيسيريس انه عمره ما كان عايز الحكم، فازاي ابنه غير شرعيه من هارين هول تبقى عارفه كل التفاصيل دي عن ديمون وعائلته وماضيه. الفريم ده حلو برضه، بنشوف أليس معاها بومه، بعدين ديمون بيطلب استشاره أليس في طريقه التعامل مع الريفر لوردز. الراس الكبيره في المنطقه اللورد روفر تولي رجالته مواليين ليه جدا وما يقدروش يتحركوا من غير امره، بما انه على فراش الموت دلوقتي فهم قاعدين ما بيعملوش حاجه حرفيا. فدايما بيسال يعمل ايه، واجابه أليس كانت ولا حاجه، في خلال 3 ايام اتجاه الرياح هيتغير، فبس اقعد واستمتع بالاحلام المريبه اللي هخليك تحلم بيها. وهنا أليس كان قصدها ان بعد 3 ايام اللورد روفر تولي هيموت، لان بعدها بنشوف سايمون بيقول لديمون ان أليس راحت للورد روفر تولي عشان تديه دواء يموته. وده كلام خطير جدا يا كابتن، لان اولا لو كلام سايمون صحيح فده بيوضح ان أليس شخصيه حقيقيه وهي المسؤوله عن موت روفر تولي، وده بينفي النظريه بتاعتنا في فيديو تحليل الحلقه اللي فاتت انها شخصيه في مخيله ديمون. بس الحقيقه التانية هنا بقى ان سايمون قال انها راحت ورجعت في ال3 ايام اللي قالت لديمون عليهم. يعني عندك جيسون لانستر اخد اسابيع عشان يروح من كاستلي روك لجولدن توث اللي هي مسافه مشابهه للي قطعتها أليس في خلال يوم ونص، بس اللي هو ممكن يحصل لو كانت بومه فعلا وبتطير. في احتماليه برضو ان اللي سايمون قاله مش شرط يكون صح، ممكن يكون هو كمان زي ديمون تحت تاثير سحر أليس، ولكن انا اعتقد ان الروفر تولي مات فعلا، وممكن يكون لورد سايمون هو اللي رتب سفر أليس. بس برضو ازاي سافرت ورجعت في 3 ايام، وازاي اصلا عرفت ان الروفر تولي هيموت بعد 3 ايام؟ في الرواية أليس بتقدر تشوف رؤى للمستقبل، فممكن يكون ده اللي خلاها تتوقع وفاته وتكسب ثقة ديمون، والحل يتبدل من انه كان موجه سيف ناحيتها لانه يستشيرها في اموره. الحلمين التانيين بتوع ديمون كان فيهم فيسيريس برضه، كلهم عن بعد وفاة بيلون وايما مرات فيسيريس. الاحلام دي ما حصلتش في الحقيقة، يعني احنا لو رجعنا الموسم الاول فيسيريس كان بيلوم ديمون انه ما وقفش جنبه في دفن مراته وابنه، بس بعدها بنشوف ديمون فعلا بيعيط بعد ما بيرجع لوعيه. على الجانب التاني في دراجون ستون حراس التنانين بياخدوا السير داركلين لسي سموك عشان يقدر يروضه، وبيتكلموا هاي فاليريان. لو تفتكر كلمة تهارس هي نفس الكلمة اللي ايموند الصغير قالها لفيجر عشان يقدر يروضها هو كمان، ومعناها قاطعني. لوهلة هتفتكر ان سي سموك خضع وبتاع، ولكنه بيحرق سير ستيفن واحد من الحرس. التنانين كائنات مزاجية أقرب للقطط من الكلاب، وما عرفناش في الحلقة ليه سي سموك عمل كده. ناس هتقولك عشان ستيفن كان خايف زيادة عن اللزوم، بس قدام في الحلقة بنشوف آدم وفول حرفيا بيهرب من سي سموك، وسي سموك خلاه يبقى راكب بتاعه، رغم ان ده نفس التنين اللي حرق ستيفن. وفاة السير ستيفن كانت صدمة لرينيرا، مش بس عشان خسرت واحد من أفضل محاربيها والأكثر إخلاصا،
ولكن كمان عشان ده بيثبت للي موجودين في مجلسها زي لورد كالتيجر ان افكارها مش بهذا الذكاء، وده جزء من اسباب انها ضربته بالقلم قدام الخادمين، لان رينيرا كانت عايزه تتغلب على شعور خوفها من انها تخسر احترام الموالين ليها. It is my fault I think that you have forgotten to fear me. في اغلب حياه الين اوف هول كان بيتهمش من والده اللي هو كورليوس فاليريان. في الحلقه الرابعه بنشوف ازاي رينيس عايزه كورليوس يقدر الين رغم انه مش ابنها، وواضح ان كورليوس اخد خطوات للموضوع ده لانه قرر انه ياخد الين معاه. الين واضح انه غاضب من كورليوس وما كانش هيروح معاه لو كان كورليوس بيطلب منه ومش بيأمره. بنشوف الين بيكره علاقته بكورليوس لدرجه بتخليه يحلق شعره الابيض عشان ينفي اي علاقه له بكورليوس. The sea snake would sooner have high tide claimed by the sea than call us his sons. على الجانب الاخر ادم عايز يتقرب من كورليوس عشان يرفع من شأنه. المشهد ده اخراجيا مميز برضو، ان في شفرتين كل شفره ليها استخدام مختلف وهدف مختلف. واحده لرفض كورليوس عن طريق حلق الشعر اللي بيثبت صله القرابه بيه، والتاني بيستخدم للتملق لكورليوس عن طريق اصلاح الحبل اللي هيستخدم في السفينه بتاعته. الاتنين من نفس الاب ولكن بشخصيتين مختلفتين تماما. على الجانب التاني في كينجز لاندنج الاوضاع على صفيح ساخن، كل العامه مش لاقيين ياكلوا. الحلقه اللي فاتت شفنا موضوع خطه رينيرا ومساريا انهم يبعتوا الين دماسي لديانا الخادمه اللي شغاله في الحانه. ماشي. بعدين بنشوف سيلفي قاعده في الحانه بتحاول تسخن الناس على الحكم، وبتقول ازاي ايموند بيعمل كل يوم حفلات وموائد في حين ان شعبه بيموت من الجوع، وكل ده جزء من خطه رينيرا. بعدين بنشوف اولف اللي احنا عارفين من حلقه سابقه انه موالي لرينيرا بيكمل على كلام سيلفي، لان بكل تاكيد الكلام ده هيسخن العامه اكتر واكتر زي ما مساريا فكرت. وبمناسبه مساريا فبنشوفها بتروح تقول لرينيرا ان الخطه شغاله. بنشوف اللقطه السريعه دي لكات مرات هيو بتتفرج على الخرفان اللي رايحين الريد كيب عشان التنانين تاكلهم، في حين ان الشعب مش لاقي اللقمه. فده بيقوي جوه دماغ العامه ان ايموند مش مهتم لامرهم تماما، ولكنه مهتم بنفسه وبتنانينه وبس. وبنشوف ده اكتر لما ايموند بيعرف بحال العامه وغضبهم الكبير، فبيقول لاريس بيحاول يضخم من الموضوع، فبيقول لايموند انه محتاج مساعد في الاوقات الصعبه دي عشان يفيده بحكمته. بس ايموند مش عبيط عشان يضحك عليه من لاريس، هو مش محتاج حد يطبله زي لاريس، ولكنه محتاج حد حكيم فعلا زي اوتو. المشكله ان احنا مش عارفين اوتو فين، وايموند بعت كذا غراب لاولد تاون وكل المدن الكبيره، ولكن اوتو اختفى. قبل طرد اوتو من البلاط الملكي اليسنت قالت له انه يقدر يخدم الملك بطرق مختلفه، فنقدر نقول انه في مهمه سريه مثلا لتقويه جانب ايدون. بالنسبه للي قروا الروايه زي حالاتي فانتوا عارفين هو فين، اما اللي ما قروهاش فهقول لك مساعده بسيطه كده، هو في مكان ما تمت مناقشته في الفيديو اللي انت بتتفرج عليه ده. المهم في اخبار سعيده بتيجي ان ايدون استعاد بعض من وعيه، وده معناه انه مش هيموت. فايمون بيبقى ايدون بيبقى عارف ايه اللي ايموند عمله فيه في روتس ريست، انه نفخ فيه النار بقصد. عشان كده بنشوف ايموند بيساله ايه اللي انت فاكره، لان ده اسلوب ايموند في تخويف ايدون. فبيضغط على صدر ايدون المحروق، بس في الاخر بيبوس على اورتو وبيسيب له كره المجلس بتاعته كانه بيقول له انا الملك دلوقتي مش انت، فما تلعبش معايا. نرجع لزافيل. رينا بتتمشى مع جوفري الصغير وهي حزينه عشان عايشه حياه بسيطه ومش محاربه زي اختها، وبتقول له Not all of us, I suppose, are called to great deeds. بس بتتصدم لما تشوف جثث خرفان محروق. وبعدها ليدي جين ارين بتقول انه تنين بري يعني بدون راكب وعنيف ومجنون شويه، وانه موجود في المنطقه من ساعه ما الحرب ابتدت. المعلومات الوحيده اللي حصلنا عليها عن التنين ده هي انه كبير وعنيف وبري. فاحنا دلوقتي عندنا 3 تنانين بريه في ويستروس، وهم ذا كانيبال وشيت ستيلر وجريدوس. بس لو رحنا للروايه فال3 تنانين دول موجودين على دراجون ماونت اللي هو فعلا مش بعيد عن زافيل. المهم الليدي جين بتقول ان التنين ده عنده شهيه للاكل مش طبيعيه. في المسلسل واضح انهم مش هيخلوا رينا راكبه التنين، رغم انها كان نفسها تكون كده عشان تثبت نفسها في عيله كلها ركاب تنانين. حتى بنشوفها بتلعب بلعبه على شكل تنين. بالمناسبه شكل التنين الصغير هنا عسل قوي. بما انه مع ايدون فده غالبا ستورم كلاود. احنا لسه لحد دلوقتي ما شفناش شكل تنين جوفري تيراتسز، ولكنه اكيد هيكون اكبر من ستورم كلاود. ليدي جين بتقول ان الامير ريجيو هاراتس اوف بينتوس هيستضيف رينا وولاد رينيرا ال3. ربما تفتكر الامير ريجيو من الموسم الاول اللي كان مستضيف ديمون ومراته لينا، ففي سفينه تجاريه هتاخدهم لعنده. بنشوف رينيرا مع جيسيريس وبعدها بتمسك السيف ده. احنا عارفين ان رينيرا ما اتعلمتش المبارزه بالسيف وهي صغيره، ولكنها بعتت لورد موتون لمارش في روتس ريست، وبعتت غراب لزافيل بتتساءل فين جنود ليدي جين. بس جيس عارف ان مع كل جنود زافيل هيفضل برضه غير كافي انهم ينتصروا على الخضر، وانهم محتاجين ديمون وتنين وكراتسز. مساريا بتدخل تقاطعهم وبتقول لرينيرا ان هديتها وصلت. جيس ما كانش فاهم هديه ايه، وغالبا ما عجبهوش فكره ان امه مخبيه عليه حاجه. الهدية أكيد زي ما شفنا هي مراكب عليها أكل وشرب عشان تفكر شعب كينجز لاندنج إن ملكتهم الحقيقية اللي بتحبهم هي رينيرا. هي نقطة جدلية لأن اللي قطعت عنهم الإمدادات من البداية وأمرت كورليوس إن ما يبعتش سفن لهناك هي رينيرا برضه. المهم المراكب دي عليها شعار رينيرا التنين الأحمر والخلفية السوداء، والخطة دي فعلا مميزة لأننا بنشوف الناس بيشتموا في الخضر، وبنشوف مكافحة لشغب الشعب بشكل عنيف جدا. على الرغم من كده في الرواية مفيش ذكر خالص لموضوع المراكب ده، رغم إن كان مذكور طبعا مكافحة الشغب. بس بنشوف اليسنت بيجيلها خبر سيء ان تعافي ايدون هيكون طويل شويه. اليسنت بتقول لابنها انها اسفه على كل الالم اللي هو فيه ده، لانها السبب فيه حتى لو بشكل غير مباشر، زي انها هي السبب في انه يكون ملك في المقام الاول، وهي اللي عنفته يوم معركه روتس ريست وخلته يروح المعركه بدون اي تخطيط وبكل تهور.
بالمناسبة ده نفس السرير برضو اللي فيسيريس قال لأليسنت فيه أنا آسف يوم وفاته. أليسنت بتودع أخوها دوين اللي ملاحظ إزاي كريستين وأليسنت بيبصوا لبعض، فبنشوفه بيقول لأليسنت الملكة الأرملة كأنه بيفكرها إنها كانت متجوزة الملك فيسيريس، وبعد موته لو في حاجة بينها وبين كريستين فهي كده بتسوق سمعتها هي وعيلتها. دوين برضو ما يعرفش فين والد أوتو ومش مهتم يعرف، لأن واضح إن أوتو مهتمش بتربيته وكان بيدي كل طاقته لأليسنت، فباين ان في حقد في العلاقه بينهم. ورغم انها عاده من الهاي تاورز انهم ينشأوا في اولد تاون، لكن أليسنت راحت كينجز لاندنج مع ابوها وفاضل دوين في اولد تاون، وبنعرف ان امهم ماتت في سن صغير فدوين نشأ بشكل وحيد تماما. بعدها بنشوف أليسنت بتسأل على ابنها الرابع والاصغر ديرون. عادة بيبعتوا لبعض غربان كل فترة، ولكنه دلوقتي 16 سنة فبقى مشغول أكتر. احنا عرفنا ان ديرون اتبعت اولد تاون وهو عنده 12 سنة عشان يبقى حامل كأس اللورد أورموند هاي تاور، تقريبا شغلانة زي بتاعة أريا لما كانت مع تايوين لانستر. فاحنا كده عارفين ان أليسنت ما شافتش ابنها من 4 سنين، فعايزه تعرف هو شخصيته عامله ازاي، هل دماغه مش فيه زي ايدون ولا مليء بالحقد والكراهيه زي ايموند. بس قلبها بيرتاح لما تعرف انه مش شخص سيء، على العكس تماما هو شخص لطيف. Kindness is a quality I found lacking in his brothers. واعتقد ان من ضمن الصراعات اللي أليسنت بتعيشها هي هل الظروف هي اللي خلت اولادها كده ولا هي السبب. Was it the court? Was it their mother? أليسنت بتقول انها هتصلي للاله المحارب لحفظ دوين، والاله المحارب ده واحد من الالهه السبعه اللي في المسلسل. وبعدها بنلاحظ ان كريستين وأليسنت ما ودعوش بعض زي المره اللي فاتت. مساعدات رينيرا بتوصل كينجز لاندنج، ومع الجوع الرهيب للشعب ما كانش ده انسب وقت ان أليسنت وهيلينا يخرجوا فيه من الريد كيب، لان الناس بيحاصروهم وهما بيرددوا تحيا الملكه رينيرا. أليسنت بتتحدف بسمكه في وشها، بس الوضع فعلا بيبقى اصعب لما واحد من الحرس الملكي بيقطع ايد الشخص ده، واكيد الوضع بيبقى اصعب على الحراس كمان لما بنشوف أليسنت بتؤمر حراسها انهم ما يطلعوش سيوفهم على العامه في نفس الوقت اللي هما بيتهاجموا فيه. أليسنت وهيلينا كانوا محظوظين انهم قدروا يهربوا من التجمع ده، وأليسنت اتجرحت في ايدها، فانا متحمس اشوف هيكون ايه رد فعل ايموند على الموضوع ده، خصوصا ان ديمون عايش في فيلم ذا كونجورينج وايدون عايش في فيلم على روسيتي. فبنشوف لاريس بياخد المخدر اللي بيدوه لايدون عشان يقلل من الالم، وبيقول له خطبه مريبه كده عن ازاي تقدر تعيش وانت تسيح او مش قادر تقف على رجلك يعني. فهنا بنفهم ان عمرنا ما هنشوف ايدون تاني زي ما كنا متعودين عليه، وما نعرفش هيقدر يمشي تاني ولا لا. بس لاريس قال ان الضعف ده ممكن يتحول لقوه. And they will underestimate you. And this will be your advantage. لاريس عارف انه لو قعد 100 سنه عمره ما هيقدر يسيطر على ايموند، ولكنه يفضل عنده فرصه مع ايدون اللي اصلا بيخاف من اخوه. فربما الاتنين بيشتغلوا على خطة يقدروا يخلصوا بيها من ايموند، لان ايدون لسه هو الملك الاساسي برضه ما ننساش ده. مساريا بتقول لرينيرا على النجاح المهمة في كينجز لاندنج، وان شعار رينيرا وصل لحد الريد كيب، ولكن حتى رغم الاخبار السعيدة دي رينيرا بتفضل معتقدة انها مهزومة في الحرب، وباين عليها انها شايفة انها مش هتنتصر في الحرب الكبيرة من اساسه. ابنها بيشكك في قدراتها، وديمون اللي بتخاف منه قلب ضدها، وبنشوفها ازاي بتقول انها هي وديمون عبارة عن وجهين لنفس العملة. هي كان نفسها تبقى الشخص اللي مش بيفرق معاه حاجه الخطير اللي هو ديمون، وديمون كان نفسه يكون هو وريث العرش بدلها. فمساريا بتحاول تواسيها، ورينيرا بتظهر انها الوقت ده فعلا مش في اقوى حالاتها. بعدها بنشوف مساريا بتحكي ازاي اخذت الندوب اللي على رقبتها دي ان والدها اغتصبها وخلاها ما تقدرش تخلف تاني، فده بيوضح لنا المشهد ده من الموسم الاول لما ديمون قال لرينيرا وهي صغيره انه مصيره هيخلف وبص لمساريا. فمساريا شافت في رينيرا شخص عاملها بلطف على عكس كل اللي قابلتهم، فعشان كده هي بتخدمها ومواليه ليها ماشي. ده ما اتذكرش في الروايه بس هنشوف ديمون هيتصرف معاهم ازاي لما يرجع لهم. ولكن تعالى نتكلم بجد، احنا شفنا من جيم اوف ثرونز ناس كتير بيتظاهروا بالولاء وهو جواهم حاجه تانية. فهل مساريا صادقه فعلا ولا كل ده جزء من خطتها، وهل قصتها دي اصلا حقيقيه ولا حاسس اني شكاك زياده عن اللزوم يعني؟ بس فاهمني، اصل الكتب جزء كبير من عالم اغنيه الجليد والنار بشكل عام، فلا تامن جورج ار مارتن. بعدها السير لورين ماربراند بيقطع الامسيه الجميله دي وبيقول للملكه ان سي سموت شافوه هو فوق وراكب، اعتقد واضح انه ادم مفهول يعني، اللي حرفيا سي سموت هو اللي طرده مش العكس. فواضح ان التنانين دي عندهم احساس باللي من نفس دمهم، لان راكب سي سموت الاولاني اللي هو لينور كان عنده نفس الدم بتاع ادم لانهم عندهم نفس الاب. رينيرا بسرعه بتروح على تنانيتها سايرس وبتطير تدور على سي سموت عشان تقنع الراكب الجديد ده انه ينضم لصفها. اخوه رايح يحارب في صف كروليوس، فانا ما اعتقدش ان ادم هينضم للخضر يعني، ولكن ادم باين عليه انه شخص طموح ومش عبيط، فانا اعتقد انه هيطلب شيء مقابل انضمامه لرينيرا ومش هينضم لله والوطن كده. فعندنا جيشين متجهين لهارين هول وراكب تنين جديد، والاوضاع في كينجز لاندنج بتولع اكتر. انا اعتقد ان في معركه كبيره في الحلقه الجايه او اللي بعدها، بس الموسم مش هينتهي بدون معركه كمان غير روكسريست. واستنى بكره فيديو تحليل تريلر الحلقه السابعه، ووعد والله هنزله. بس دلوقتي قول لي انت ايه رايك في الحلقه في الكومنتس، ولو عجبك الفيديو اعمل لايك، لو ما عجبكش اعمل ديسلايك عادي، ولو حاسس انك تحب تسمعني بتكلم تاني اعمل سبسكرايب، وبس كده. سلام عليكم.